السلام عليكم. جبت لكم اليوم واحد الوصفه الشهده، واحد البريوش غزال معمر بالشوكولات. عجينته قطنيه غزاله خفيفه، زوين زوين زوين. تنتمنى تجربوه معمر بالشوكولات. تابعوا الوصفه. كيفاش كيجي غزال من الداخل معمر بالشوكولات، قطني قطني غزال. جربوها الوصفه وغتعجبكم. في الاناء اللي غنعجن فيه غنديروا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، كاس ديال الحليب، كاس السكر. انا غندير غير نص وندرب المقادير. من بعد ندير ساشي ديال الفاني وكاس ديال الزيت وبيضه وشويه ديال الملح لتحسين الذوق. صافي نبدا نضيف الدقيق شيئا فشيئا حتى نحصل على عجينه متماسكه، ونضيف خماره. هنا العجينه عندي ولات لينه رطبه بحال المسكه، ما نخليهاش قاصحه. صافي نغطيها ونخليها تخمر. دابا غندير معلقه ديال الزبده وغنعجن بها هاد العجينه مزيان حتى نحس بها كامله اندمجات، عاد نخليها تخمر. صافي هنا درتهم بحال المسمن، عمرتهم بالشوكولات وخليتهم في واحد الطاوه ديال الحرشه مدهونه بالزبده، وغنخلي فراغات ما بيناتهم ونخليهم يخمروا. صافي هنا العجينه خمرات ولصقت على بعضياتها. هنا عندي صفار ديال البيضه، شويه ديال الخل، قطرات، معلقه كبيره ديال الحليب ومعلقه ديال الزيت. كيعطينا واحد البريانتي، والخل كيحيد ديك الريحه ديال البيض. صافي وغادي ندهن الكويرات ديالي، والتزيين على حسب الرغبه ديالكم. اللي بغى يدير الزنجلان يديرو، انا درت الصانوج. صافي خرجتها من الفران. درت واحد العجينه قطنيه غزاله، شوف باقا سخونه.